السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب دايمًا تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهارده من مطبخ ماما عبير جايبة لكم طريقة عمل الدَنَش، نوع من أنواع الدَنَش سهل جدًا وبسيط نقدر نعمله في أقل من 10 دقايق، مش هياخد مننا وقت خالص. إحنا عارفين طبعًا إن كلنا الصبح بنروح أشغالنا، فبنبقوا مضطرين إن إحنا نفطر أي حاجة سريعة كده، فما بنلاقيش حاجة، أنا اخترت لكم الوصفة دي حلوة أوي، تقدروا تعملوها وتقدروا تعملوا بكميات وتحطوها في الفريزر، وتطلعوا على طول تسخّنوا وتاكلوا مع شاي بلبن، مع نسكافيه، أي حاجة قبل ما تنزلوا الشغل، هتعجبكم جدًا. يالّا نسمي الله وندخل نشوف الطريقة ونعرف المقادير. أنا هنا معايا نُص كيلو دقيق نخلاه كويس أوي وضايفة رشة ملح بسيطة أوي. معايا هنا نُص مَج لبن دافي، لازم دافي لإن الجو صعب أوي. ضِفت كمان كيس خميرة فورية، لو عندِك خميرة كبيرة ما فيش أي مشكلة حُطّي نُص قطعة، وضِفت كمان معلقتين سُكّر كبار. آآ لازم علشان يعني الخميرة تخمر معايا بسرعة ما تاخدش وقت، لازم أحُط يا نُص كوباية مَيّة دافية، يا نُص كوباية لبن دافيين، مش مغلية، يعني مش لا مَيّة مغلية ولا لبن مغلي، دافية علشان الخميرة ما تبوظش منِّك. باقلِّب كويس، سِبتها بتاع يعني 5 دقايق لقيتها يعني خمرِت، معايا هنا معلقتين زبدة هاسيّحهم. طبعًا أنا بعد ما خمرِت الخميرة ضفتها على الدقيق زي ما أنتم شايفين كده وسيّحت الزبدة. آآ زي ما أنتم شايفين عبارة عن نُص مَج زبدة. لو أنتم حابين تضيفوا ربع زيت، ربع كوباية زيت وربع زبدة ما فيش أي مشكلة، بس أنا حطيت نُص مَج زبدة لإن أنا دايمًا المخبوزات باحب أحط فيها عشان تطلع طعمها حلو يعني باحط فيها زبدة، بتبقى حلوة جدًا، جدًا. يعني لو أنا عملتها بزيت صافي مش هيبقى طعمها حلو زي إن أنا أحط الزبدة، الزبدة بتدّيها طعم لذيذ جدًا. باقلّبها كويس أوي باخدم بقى العجينة، لازم أعجن العجينة كويس أوي. بُصّوا هي هتتعجن في إيديكم ومش هتاخد وقت يعني بدل ما تشغّلي العجّان وكده لأ، هي وأنتِ واقفة كده هتعجنيها، بس لازم تخدميها كويس أوي، علشان كل ما بتعجنيها وتخدميها كويس، كل ما المخبوزات تطلع هشة وطرية وجميلة. زي ما أنتم شايفين كده غطيتها طبعًا وبعد نُص ساعة لقيتها بالطريقة ديّة، لقيتها خمرت وبقت هشة وجميلة. طبعًا حطيها في مكان دافي علشان تخمر بسرعة، إحنا عارفين الجو بارد جدًا، جدًا، فطبعًا العجين ده بيبقى عايز مكان دافي. ممكن تشغّلي الفرن كده وتطفّيه تدخّلي العجينة مش هتاخد منِّك أكتر من ربع ساعة وتخمر بسرعة. باجيب بقى العجينة وبافردها بالنشّابة زي ما أنتم شايفين كده. أنا هنفردها سُمك نُص سنتي. طبعًا معظم الدَنَش بيبقى في نوع من أنواع الدَنَش إن أنا بافرد العجينة وبعدين ب ب يعني بادهنها زبدة وبعدين باتنيها وأحطها في كيسة وأدخّلها التلاجة تقعد نُص ساعة وبعدين أطلّعها تاني، أفردها وأحط فيها الزبدة بتبقى يعني 3، 4 مرات كده عشان تبقى مورقة وحلوة. الطريقة دي سهلة جدًا مش محتاجة بقى إيه، إن أنتِ تفردي وتحطي زبدة، أنا خلاص حطيت زبدة في العجينة خلاص قشطة كده. أنا خلاص مش هادهنها أي حاجة خالص. بعد ما فردتها باجيب السكينة و باقسّمها زي ما أنتم شايفين كده، و الحروف ديّة بارجع أخبزها تاني، يعني الحروف اللي أنا باقطّعها بالسكينة دي بارجع أفردها تاني وأعملها بالمنظر اللي أنتم شايفينه ده. باعمل رول كده وبعدين باجيب إيدي كده بابطّطها وباحط الحرف ده من تحت كده عشان ما تتفكِّش منّي لمّا تدخل الفرن. بُصّوا طريقة سهلة جدًا وبسيطة، مش هتاخد منكم وقت ولا مجهود ولا أي حاجة.
عايزين تعملوا الدَنَش تورّقوها بقى تدهنوا كذا مرّة اللي عنده بقى وقت يعمل يعمل نفس العجينة ويورّقها 3 مرّات كده ويفردها ويدهنها زبدة وبعدين يطبّقها ويحطها في التلاجة 3 مرّات بتدّي توريقة يعني أكتر. أنا هنا مش عايزة أورّقها، أنا عايزة حاجة كده تبقى سفنجة كده آكلها الصبح طرية كده على أسناني و ما يعني إيه، ما تبقاش ناشفة معايا. بعد ما خلّصت خالص جِبت ورق زبدة ودهنت الصاج بتاعي رصّيت قطع الدَنَش اللي أنا عملته، جِبت بيضة حطّيت فيها سِنّة فانيليا علشان البيضة ما تبقاش زفرة، وبادهن بيها زي ما أنتم شايفين كده. جِبت معلقة بالمعلقة من تحت كده بافتح فتحة عشان هادهنها مربى، زي ما أنتم شايفين كده، تقدري تدهنيها كاستر تقدري تدهنيها أي حاجة بقى نوع مربى بتفضّليه ادهنيه. أنا كان عندي مربى تين، أنا باحب مربى التين أوي، ومربى الفراولة، بس أنا كان المتاح عندي مربى التين. باعمل زي حُفرة كده صغيّرة بضهر المعلقة و بانزّل باحُط مكان الحُفرة ديّة مربى تين، وبتبقى طعمها لذيذ جدًا زي ما أنتم شايفين كده، طريقة سهلة جدًا وبسيطة. تقدروا زي ما قُلت لكم تحطّوا معلقة كاستر طبعًا لو متاح عندكم تعملوا كاستر، برضه طريقة الكاستر مش صعبة، تقدروا برضه تحشوها كاستر. زي ما تحبّوا، يعني أنتم شوفوا إيه اللي أنتم بتحبّوه اشتغلوا بيه. خلاص أنا خلّصت كده، باروح الفُرن بقى وباشغّل الفُرن على درجة حرارة 180 آخُد بالي علشان خاطر ما تتحرقش منّي. هي قعدت حوالي قعدت 20 دقيقة في الفُرن، كنت أنا مشغّلة الفُرن مسخّناه قبل ما يعني بادخّله. أنا هنا ضِفت كمان شوية سُكّر كده فوق الوِش عشان يدّيني الحمار الحلو، أول ما تدخل بقى الفُرن بتدّي بقى لون جميل أوي، اللون الدهبي الجميل اللي بنعشقه في المخبوزات. زي ما أنتم شايفين كده حاجة عظمة، بجد عظمة، 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 طعم وريحة ولون حاجة كده وَهْم. بإيديكِ أنتِ تسعدي نَفْسِك، بإيديكِ أنتِ تعملي كل حاجة لأولادِك. بُصّوا الجمال والحلاوة، بجد، بجد يعني عايزة أقول لكم إن يعني وإحنا واقفين أكلناهم، بس أنا ساعات باعمل كمية وباحطها في الفريزر عشان الصبح الأولاد يفطروا. بُصّوا الجمال والحلاوة، الكاميرا برضه ظالمة ال ال الدَنَش، بجد كان أحلى من كده. بس أكيد ما فيش أحلى من كده. بُصّوا الجمال، عظمة، عظمة. أنا بُصّوا هي سخنة مش قادرة أمسكها، سخنة جدًا مش قادرة أفتح لكم. بُصّوا هشة وقطنة من جوّه جميلة أوي. أنا باحب أعشق المخبوزات بجد، خصوصًا المخبوزات الطرية ديّة بتبقى جميلة أوي، أنا باحبها مع نسكافيه، مع شاي بلبن، تبقى يعني حاجة كده تسعد الواحد الصبح خصوصًا أول ما يقوم من النوم. بُصّوا الجمال بقى مع المربى حاجة كده وهم، وهم، وهم. باتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم بقى شيّروا في كل مكان، والسلام عليكم.